واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي هذه الآية التي هي من أواخر ما نزل في القرآن وعد لمن فعل الخير ووعيد لمن فعل الشر. واتقوا يوما يا عباد الله ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقي ربك يا من أكلت الربا ويا من جنيت المال من المحرم، فإنك واقف بين يديه وسائلك سبحانه وتعالى عن مالك هذا على وجه الخصوص، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 5، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل تخيلنا عباد الله ذلك الموقف العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى ونحن نقرأ مثل هذه الآية العظيمة التي كما قلت هي من أواخر ما نزل من القرآن؟ يخاطب الله جل وعلا الناس: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله فتقفون بين يديه يا عباد الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يجد إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. موقف عظيم يا عبد الله إذا وقفت بين يدي ربك سبحانه وتعالى، فلا تجد ذات اليمين وذات شمالك إلا ما قدمت من أعمالك، ثم إذا نظرت أمامك فإذا هي نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله جل وعلا أن ينجينا منها. اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم، اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم. فهل مثلنا عباد الله هذا الوقوف الذي نقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته، إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وابضوا بعبد قد عصى للنار عطشانا. المجرمون غدا في النار يلتهبوا، والمؤمنون بدار الخلد سكانا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهلها. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار.